ماجار معنا الآن على الهاتف كما قلت للحديث عن استقالة الناخب الوطني جورج ليكانس وإقالة كل الطاقم الفني للخضر. مساء الخير ماجار. مساء الخير محمد، ونحييك ونحيي كل الناس اللي يسمعوا هذه الحصة هذه. شكرا. إذا ماجار، الآن نحن في نشرة الأخبار للحديث كما قلت. تعليقك أولا عن استقالة الناخب الوطني البلجيكي جورج ليكانس وإقالة الاتحادية الجزائرية لكل الطاقم الفني. والله شوف، بكل صراحة محمد، أنا حزين يعني شوف نوصل للمنتخب الوطني تاعنا، ولكن الضوء الأحمر شعل من فترة طويلة جدا، وشفنا يعني المباريات المنتخب الوطني الجزائري أمام الكاميرون وأمام نيجيريا، والآن في نهايات كأس إفريقيا في الجابون شفنا مستوى منتخبنا متواضع جدا جدا جدا، ولم نكن ننتظر هذا المستوى. اعتقد ان استقاله او اقاله الناخب الوطني اعتقد شيء طبيعي، وقدم الاستقاله تاعو بعد النتائج المتواضعه جدا وخروج منتخبنا الوطني الجزائري من الدور الاول. يعني هذا يعني خلانا يعني تساؤلات كثيره جدا. هذا المدرب الذي وعدنا باشياء كثيره جدا، وهي الفوز بكاس افريقيا والذهاب الى كاس العالم للانديه، هذه الامور كلها يعني تكلم عليها، ولكن للاسف منتخبنا الوطني الجزائري يخرج مره اخرى في كاس افريقيا من الباب الضيق. نعم، إذا لو نتحدث عن الحلول ربما العاجلة للمنتخب الوطني سيد رابح ماجار، الآن المنتخب الوطني لا زال في مشوار تصفية كأس العالم 4 مباريات، ومقبل هو على تصفية كأس إفريقيا 2019. بصراحة من تراه ربما المدرب الأنسب لهذه الفترة الانتقالية إن صح التعبير؟ نريد نتحدث هنا عن حلول عاجلة سيد رابح ماجار. لا، الحلول العاجلة تكلمنا عليها قبل ما يجي المدرب ليكانس، لما تكلمنا على المدرب السربي ولما تعادل امام منتخب الكاميرون قلنا لازم اختيار عاجل، والمنتخب الوطني تاعنا عنده مباريات وجبنا هذا المدرب، والمدرب شوف وين وصلنا. والان نتكلم على العاجل، الان في امور كثيره لازم تتغير، مش لازم دائما لو فيزيبل في لونترينور. لا 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 لا، لازم نشوف الامور، هذه المشاكل كلها تاع كره القدم، من سبب هذه المشاكل هذه كلها، الذي سبب هذه الامور هذه لكي منتخبنا يرجع الى هذا المستوى او يتراجع لهذا المستوى. لان احنا شوف بكل صراحه محمد، احنا كنا منتظرين، لان انت عارف لما تقيل مدربين يعني تخلق ازمه في الفريق، واللاعبين حتى هم ايضا يكونوا في وضعيه يعني صعبه جدا، تغيير المدربين وتغيير بعض اللاعبين ونجيب لاعبين لكاس افريقيا. اذا انت لا تلقي لهم سيد ماجار، لا تلقي لهم على اللاعبين وتطالب بحلول ربما تغييرات جذريه من اعلى الهرم. انا اكيد محمد، اكيد احنا نتكلموا لما دائما يكون انا شاك نقولوا المدرب واللاعبين ما عطاوش. لا، انا اعتقد، انا والله العظيم بكل صراحه انا لن انتقد اللاعبين، لان اللاعبين هم المسؤولين، هم اللي وصلوهم لهذا المستوى، المستوى متواضع، رغم ان عندنا لاعبين مميزين قادرين، دائما نقول قادرين بهذا اللاعبين نكونوا فريق كبير، ولكن للاسف لا يوجد استقرار في هذا الفريق. دائما نجيبوا لاعبين جدد ما عندهمش اي خبره في افريقيا، ما فيش تحضير يناسب الكاس الافريقيه. يعني هذا كله تكلمت في الماضي منذ سنوات وسنوات، حتى في الفتره الاخيره لما تكلمنا على منتخبنا لما لعبوا مباراتين وديتين امام المنتخب الموريتاني. يعني هذا شيء غريب جدا، منتخبنا يلعب في افريقيا نجيب موريتانيا تلعب في الجزائر. هذا تكلمنا لان حبينا نساعدوا بكلامنا او نصائحنا المتواضعه، لكن هاد المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار الكلام تاعنا. لكن للاسف لحد الان يعني عملوا واش حبوا، والمدرب راح الى كاس افريقيا هو كان فاكر يعني باللاعب اللي عنده يقوم بعمل ويرجع بكاس افريقيا، ولكن ما يعرفش اجواء الافريقيه وما يعرفش مشاكل افريقيا. لهذا انا دائما نقول منتخبنا الوطني الجزائري بهذه السياسه ما يفوز بكاس افريقيا في افريقيا. اذا الان ماجار، يعني حسب رايك حتى لو نستنجد الان بمدرب ويكون ممتاز، ربما ليس هذا هو الحل. ماشي هذا هو الحل يا محمد، حتى لو تجيب مدرب، اي مدرب ما عندوش يعني العصا السحريه، ما عندوش. المدرب الجديد لما ياتي كلمه واحده لو يحب المهنه تاعو ويحترم نفسه كمدرب، يقول لك انا بحب نشتغل عمل احترافي فيه استقرار وفيه استمرار، وعندي اهداف في المستقبل وطموح.
ولكن يجي كما ليكاز جاو بومبيي اما كان فاكر يخرج المنتخب الوطني الجزائري من الهزمه، ولكن في الاخير كله سقط على المدرب ليكاز. هذا هو، لان فيه لازم يكون تغيير جماعي كله، تغيير كل شيء، تغيير السياسه، نعطي مجال للاعب المحلي، نعطي فرصه للمدربين المحليين، نغير لو سيستيم دو سيت بوليتيك اللي ما عطاتنا اي شيء. هذا هو اللي ممكن نبداو فيه في المستقبل القريب، ولكن لازم تغييرات. انا نقول لازم تغييرات. لو نعود الى ليكانس ماجارت، هل ترى انه كان ربما انتهازيا، ربما كان من الاجدر مثل ما قلت لو كان مدرب محترف كان يرفض المهمه من الاصل في البدايه؟ لا اكيد، يعني هذا الناس كلهم لاحظوا هذا الشيء، لان الاتحاديه للاسف وعدتنا بمدربين كبار ولي سيفي راهم يلحقوهم واحد مور واحد، ورانا ننتظروا في الايام القليله الاخيره لكي نتعاقد مع مدربين هذو، ولكن في الاخير ما كانش اي شيء، ولا شفنا اي مدرب باسم كبير ولا مدرب بخبره كبيره ولا اي شيء. الحل الوحيد وهو النادي صديقي لكي ينقذني من هذه المعزله، ولكن كان اوبورتونيست للاسف، حتى هو طاح في الفخ، ولكن في الاخير هو الاول اللي يدفع الثمن في مكان الناس اللي وصلوه لهذه الازمه هذه. نعم. في الأخير رابح ماجار، كلاعب دولي سابق وكنجم لك بصمتك وتاريخك في الكرة الجزائرية، ربما ما هو النداء الذي تتقدم به للمسؤولين على الرياضة في الجزائر؟ والله شوف بكم ما عندي أي نصيحة ولا أي نداء، لأن أنا من 10 سنوات ونتكلم بنفس اللغة وقلت دائما هذه السياسة تاع أطراف الاتحادية ما تخرجناش للخير منذ سنوات وسنوات. الآن هذا الناس اللي كانوا يسمعوا فيها اللي تتكلم منذ 10 سنوات الآن هم راهم يتكلموا في الإعلام. الآن أختار أن نسمع الكلام، ما نزيد الكلام، لأن الكلام هذا قلته من سنوات وسنوات. الآن ننظر ونسمع كل الانتقادات وتاع الإعلاميين وحتى أيضا المدربين السابقين وكل العائلة الكروية. نعم. في الأخير ربما ماجار، الآن الجمهور الجزائري في الجزائر كما تعلم العارضة الفنية للمنتخب شاغرة، ونحن كما قلت مقبلون بعد أيام وأشهر قليلة على إقصائيات تصفيات كأس أفريقيا 2019. من هو المدرب الأنسب حتى وإن كان جزائريا؟ هل يمكن أن تقترح أسماء لهذه الفترة العصيبة؟ والله بكل صراحة شوف محمد، أنا ما نحبش نعطي أسماء ولا أي شيء. الناس اللي وصلونا لهذه الأزمة هذه هم اللي المفروض يلقوا الحلول اللازمه، ولكن مره اخرى نجيب نحي وزين نجيب مدرب اخر لا، هذا موش تفكير احترافي ولا عمل احترافي ولا تصرف احترافي. المنتخب الوطني الجزائري ما لازمش منا طالب الروا باش نلعب بمستقبل المنتخب الوطني الجزائري. لازم يكون عمل تقني، تحضير تقني يخص المنتخب الوطني الجزائري ويخص ايضا منتخبنا لما يلعب في افريقيا. نمشوا بالتقاليد الجزائر، هذا هو العامل اللي المفروض نفكروا في المستقبل القريب. ولكن هذا البريكولاج هذا انه ما نغير، هاو شوف وين وصلنا، ولينا حتى المنتخب السنغالي بالاحتياطيين تاعو ما قدرناش نفوزوا عليه في المباراه الاخيره. وانا صدقني محمد والله انا مؤسف كثير وحزين كثير هذا الناس اللي منذ سنوات وسنوات وصلونا يعني للمهزله. نعم واضح. إذا شكرا لك رابح ماجار، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف. إذا وقبل ذلك أو بعد ما استمعنا إلى أو اتصال مع رابح ماجار، نعود إلى تصريحات إسلام سليماني الذي تحدث من جهته عن الإقصاء وقال بأنه سيكون درسا للمنتخب مستقبلا. C'était très dur pour nous. On est venu ici avec des ambitions, on voulait partir le plus loin possible. Je pense que c'est très dur pour nous et je pense qu'on doit apprendre de nos erreurs. Pour grandir, il faut apprendre. مهاجم لايستر سيتي ذهب إلى بعد من ذلك عندما اعترف أن الخضر لم يستحقوا التأهل في هذه المجموعة. C'est vrai. Je pense, même moi, c'était le tournant. C'était le premier match. On était là depuis 2 ou 3 jours. C'est pas des excuses. Je peux dire que c'était l'adaptation, mais c'est pas des excuses. Je pense que tant qu'on ne s'est pas qualifié, on n'a pas mérité. سليماني صرح أيضا أن المنتخب كان يريد التتويج باللقب الإفريقي، ولاعبون يدركون أن شعبا بكامله كان بانتظارهم. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'on a beaucoup de jeunes joueurs.
c'est vrai qu'ils ont une certaine expérience, ils ont une Coupe du Monde, mais le foot c'est comme ça, tu peux apprendre à tout âge. Le foot